سي ولا سي. ذاك القص اليوم هو ما تراك هذا فيديو راهو صح حق. خاصنا نسيب محمد سديرك انت تشوف ايش هذا او طالع زي غير سيدي خلينا نتكلم بعد سيدي. هذه والد مصطفى سلمى سيدي مولود، والأخ الأكبر له ورئيس لجنة العمل لإطلاق سراح مصطفى سلمى سيدي مولود، والأخ سيد أحمد صالح. نحن بعض الأصدقاء معنا، نحن جينا هون المطار هواري ومدينة اليوم على الساعة 1:30، ومن ذاك الوقت لحد الساعة ونحن احتجزوا وثائقنا الرسمية عندهم، ومن هيك الساعة لحد الساعة ونحن ننتظروا بدون أي جواب، بدون أي رد. يعني كان تعامل يسود التجاهل والتهميش واللامبالاة. كنا نص الوقت قضيناه في مكان بلا كراسي، وكنا مريحين على الأرض. كان الوالد مجبد على الأرض قدام الناس تمر عليه، ماشي مسافر برا وداخل بلاد الجزائر. وبعد ذلك طلعنا الصالة، ونصف الليل بعد نصف الليل كانت هي الصالة اخوات علينا، وبقينا طول الليل احنا وحدنا مريحين وحدنا وننتظر المجهول. ما جانا حد يعطينا رد، ما لقينا مع حد يعطينا جواب، وننتظر المجهول في طبيعة الحال، لأن احنا كنا جايين في زيارة عائلية، بغينا نزوروا والدتي أنا اللي هي زوجة الوالد طبعا، وأبناء مصطفى سلمى سيدي مولود متواجدين بمخيمات تندوف، وعلى الشيء هم منعون.